مفتلة الخبازة الفلسطينية على أصولها. بنجيب ورق الخبازة وبنترك العروق، بنفرمهم فرمة وسط وبنغسلهم بمي باردة. أنا هون استخدمت 4 ضمم خبازة بلدية. بنجيب طنجرة فيها مي مغلية وبنضيف عليها رشة كركم ورشة سكر ليعطي لون خضار حلو للخبازة. بعديها بنضيف الخبازة بنتركهم لحتى يستووا تقريبا 10 دقايق على نار واطية. هاي الفتايل عبارة عن سميد وطحين وشوية مي، بنفتلهم بإيدينا، بنتركهم على الخبازة لحتى يستووا تقريبا 7 ل10 دقايق لحتى تستوي العجينة نفسها. إذا حابين تعرفوا الطريقة اكتبولي بالتعليقات. هون أضفناها، بعدين بنحركهم منيح وبنتركهم زي ما قلنا. بعدين بنجيب بصلة بنقليها لحتى ما تدبل، بعدين بنضيفها على الخبازة وبنحركها. بعدين بنضيف الملح، معلقة صغيرة ملح مليانة، وبنضيف معلقة صغيرة كراوية ومعلقة صغيرة عين جرادة. هدول أذكى إشي بيعطوا طعم للمفتلة. بصراحة أذكى مفتلة راح تدقوها، عن جد ما تتخيلوا طعمها قديش شهية، ومين ما داقها راح يقولكم عنها قديش عن جد روعة.